في يوم من الأيام دخل سيد رحيم على أحمد، فلقاه جالس على الحاسب يقول له ولا قواد قواد بصف السادس انت صرت قواد. فهنا ضرب أحمد السيد إبراهيم على قفا أحمد وقال له يا الطين وهلا خلى فهمك. فجابوا سيد الرحيم وقال له قواد 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 مخلص فلوسك على القاعة. فسقطت دموع أحمد وقال له ابويا 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 شمعت الناس من يمين